اكيد عندك قطع مجوهرات كتير حابه تلبسيهم مع بعض وتستفيدي بيهم. بص مثلا الانسيال الجديد ده ترندي جدا واسمه رولكس، لونها ذهبي وشكلها شيك، بس ممكن تخليها احلى لما تحطي معاها الانسيال التنس الابيض ده. الاتنين عاملين كونتراست هايل، وممكن تضيفي لاير تالت زي اللينج لونج دي لو انت عايزه. كده القطعتين ذهبي بينهم قطعه ذهب ابيض فيها فصوص، مدين شكل جميل جدا. وممكن نعمل لايرنج لاربع قطع مع بعض، قطعه فيها فصوص رقيقه جدا وسيمبل، والقطعه تبقى بولد كبيره شويه بس ساده ما ينفعش يبقى فيها فصوص، وبعد كده قطعه تانية فيها فصوص ترد على القطعه الاولانيه بحيث يبقوا ماشيين مع بعض، والاخيره ساده خالص. فكده بقى اربع قطع بس برضو ماشيين مع بعض. او لو بتحب القطع الكبيره من براندات مشهوره، ممكن الثلاث قطع دول الاولانيه كبيره وفيها فصوص من براند معروف جدا، وبالتالي لازم اللي في النص تبقى سيمبل رفيعه شويه، وبعد كده الثالثه تبقى كبيره برضو عادي جدا مفيش مشكله. هي دي حاجه كبيره مش كل الناس بتبقى حباها، بس شكلها شيك جدا لبعض الناس. وبما انكم فهمتوا الموضوع، ايه رايكم في اللايرنج ده؟ صح ولا غلط؟